السلام عليكم. الكرنب بيبوظ بسرعة لو متخزن غلط، بس مع الطريقة دي هيقعد معاكي اطول فترة ممكنة من غير ما يغير لونه ولا طعمه. تعالى هنشوف النهاردة خزنا الكرنب ازاي هيقعد معاكي بالسنة كاملة، مش هيحصل له اي حاجة. هتطلعي منه كأنك لسه سلقاه طازة دلوقتي. اول حاجة انا بجيب الكرنب وبقور الحته اللي في النص دي اللي هي العظميه بتاعته، وبنضف من جوه كده برضو لو في اي حاجه ممكن تكون ماسكه في الورق، علشان لما اجي اسلقه واطلع بقى الورق يطلع معايا بكل سهوله. هقوره كله، الكميه اللي انا جايباها هقورها كلها بنفس الشكل كده، واتاكد ان هي كويسه مفيش اي حاجه فيها. هبتدي بقى ايه، احط ميه على النار تغلي، واول ما الميه تغلي هنحط معلقتين سكر ومعلقه كمون. الكرنب اللي بيتخزن ما بيتحطلوش ملح، لان الملح بيجلد الورقه بعد كده معاكي لما بيقعد. الكرنب اللي بيتخزن ما بيتحطلوش ملح، بيتحطله سكر. بديها بس يا دوبك نص غلوه كده على الوش اللي احنا قورنا فيه الكرنب، وبعد كده بقلبه وببدا اطلع ورقه ورقه. طبعا بحضر جنبي طبق كده او حاجه كده واسعه فيها ميه ساقعه من الحنفيه عشان ابرد فيها الكرنب بعد ما بطلعه. بص انا بوريكم ان الكرنب مش مسلوق، يا دوبك الورقه دبلت بس مش اكتر. الميه طبعا الساقعه دي اللي احنا بنحطه فيها عشان يوقف عمليه السوى بتاعه، لان طبعا الورق لو سبناه كده بالميه السخنه هيكمل سوى، فانا مش عايزاه يكمل سوى، انا عايزاه هو بس كده ايه، يدوبك الورق دبل معايا مش اكتر. بشرفه في الميه دي، والميه دي لما بتيجي تسخن معايا، لان طبعا الكرنب بيتحط فيها سخن، فالميه بتسخن، بمسكها بغيرها وبجيب ميه غيرها. بفضل زي ما انتوا شايفين كده على بال ما بطلعها واحطها في الميه واشطفها. بطلعها بروح مطلعه الباقيين ايه، مطلعه مثلا ايه الورق التاني على طول، يعني ايه ما بغيبش على طول. هغير الميه وهجيب ميه تانية لان الميه سخنت، وهعمل نفس العمليه تاني وهكررها على طول زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الورق الابيض ده بيبقى حساس اكتر كمان من اللي هو لونه اخضر، فما تغيبيش عليه على طول، تطلعيه على طول وتشطفيه في الميه الساقعه وتروحي رصاه في الصينيه او في مصفى زي ما انتي عايزه. بص انا بوريكي شكل الكرنب عامل ازاي. هنا بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا كلها هنبتدي بقى نقطعه. دي التقطيعة اللي انا بصراحة بحبها وما بتهدرش معايا في الكرنب. بطلع اكبر كمية من الكرنبية بتاعتي ما بهدرش منها، وفي نفس الوقت في اللف لما تيجي تحشيه بيبقى سهل عليكي قوي، بيتلف معاكي بسرعة على طول. هقطع كل الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، هسويها والفها واروح مقطعاها زي ما انتوا شايفين كده. تقطيعة سهلة وما بتاخدش وقت، وما شاء الله الكميه دي كلها اللي انا عملتها ما اخدتش يمكن نص ساعه فيها، كنت مخلصاها كلها تقطيع. هنا كنت خلاص خلصت الكميه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين، وانا طبعا عامله الالوان كده زي ما انتوا شايفينها، يعني ايه الابيض والاخضر الفاتح والغامق، علشان لما اجي ارصها في الاطباق ابقى واخده من جميع الالوان بتاعه الكرنب. والعظم اللي انا وريتهولكوا دلوقتي ده هنعمله مخلل دلوقتي مع بعض. رصيت كل الكرنب بتاعي زي ما انتوا شايفين كده في الاطباق، ولفيته بعد كده قفلته ببلاستيك راب، وهشيله في الفريزر على طول. اول ما تيجي تطلعيه تستخدميه هتحطيه في شويه ميه هتلاقيه فك معاكي وتلفيه على طول، وممكن تسيبيه زي ما هو كده على الرخامه جنبك على بال ما تحضري التسبيكه بتاعتك، هتلاقيه برضو فك معاكي وتشتغلي على طول فيه. خلصت الكميه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، عمل كميه حلوه محترمه يعني. طلعتي طبق، طلعتي اتنين، على حسب افراد اسرتك قد ايه. ده بيقعد بالسنه ما يجرالوش اي حاجه. العظم هنا طبعا انا مسكته هخلله بقى، هجيب البرطمان بتاعي، حطيت 4 معالق ملح كبيره، وحطيت معلقه هريسه شطه، حطيت حته توم، ميه سخنه، يعني هي كانت دافيه مش سخنه قوي يعني، وحطيت لها عصير ليمونتين، وحوالي ربع فنجان خل، وحطيت معلقه سكر، وقلبت الميه بتاعتي المحلول ده كويس قوي. وبعد كده هنزل بعظم الكرنب عليه، هتسيبيه من 4 ل5 ايام بالكتير وهتاكلي منه. بقطع بس الكرنب الحتت الكبيره بقطعها على 2 او على 3، وخلاص على كده خزنا الكرنب وعملنا كمان من عظم الكرنب مخلل. جربيه والف